بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير الأول، السيد رئيس الجمعية الوطنية، أصحاب المعالي الوزراء، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سعادة السفير المملكة العربية السعودية، أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، السيدة والي نواكشوط الشمالية، السيدة رئيس جهة نواكشوط، السيد الحاكم، السادة القادة العسكريون والأمنيون، أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فخامة رئيس الجمهورية، يشرفني ويطيب لي ونحن نعيش هذه اللحظة التاريخية أن أرحب بكم جميعا في هذا الحدث البارز الذي يشهد وضع حجر الأساس لمعلم صحي هام، مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي يأتي تتويجا للعلاقات الأخوية الراسخة والتعاون المثمر بين بلادنا والمملكة العربية السعودية الشقيقة. صاحب الفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، إن هذا المشروع الكبير الذي يتم تمويله بهبة كريمة من الصندوق السعودي للتنمية يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية في بلادنا، حيث سيوفر خدمات صحية متكاملة ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين وتخفف من معاناتهم وتساهم في تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي. وهو يندرج في إطار الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال مأموريتكم المباركة، حيث شهد قطاع الصحة تحديثا متسارعا من خلال إنشاء وتجهيز مستشفيات جديدة وتوسيع التغطية الصحية وتطوير برامج الحماية الاجتماعية التي أوليتم لها عناية خاصة. إن هذه الديناميكية التنموية التي عرفتها بلادنا في عهدكم الميمون لم تقتصر على قطاع الصحة، بل شملت ميادين متعددة من تعليم وبنى تحتية وحماية اجتماعية، مما يعكس رؤيتكم الشاملة لبناء دولة عصرية تخدم المواطن أينما كان. وتجلى ذلك في روح الانفتاح وخلق المناخ الملائم لبناء الوطن وطرح التصورات للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهم المواطن أينما كان. فأطلقت مشاريع استراتيجية طموحة في مجالات شبكات الطرق والصرف الصحي والكهرباء والمياه للشرب والمياه الصالحة للشرب. وشهد قطاع التعليم طفرة نوعية من خلال بناء المدارس وتحديث المناهج. فكانت الأولوية للعناية بالقضايا الاجتماعية، محاربة القبن وتعزيز المساواة وتحقيق العدالة ومحاربة الفقر. فتحققت إنجازات غير مسبوقة في شتى الميادين من إصلاحات عميقة على مختلف الأصعدة، كان أبرزها الانفتاح السياسي الهادئ، تثمين الحوار الوطني كآلية لبناء الإجماع وتعزيز الاستقرار، تبني اللامركزية كخيار استراتيجي وإشراك المنتخبين في رسم السياسات المحلية وخاصة في إطار تحديث وعصرنة مدينة نواكشوط، ترقية القطاع العام والخاص وتقريب الخدمات من المواطن. صاحب الفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، لا يفوتني هنا في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير باسم ساكنة دار النعيم لفخامتكم على اهتمامكم الخاص بهذه المقاطعة وعلى اختياركم لها لاحتضان هذا الصرح الصحي الهام، والذي من شأنه أن يغير وجه القطاع الصحي في نواكشوط بل وفي البلاد بشكل عام. كما نعبر عن عميق امتناننا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللصندوق السعودي للتنمية على هذه الهدية الثمينة التي ستبقى شاهدا على عمق علاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا. صاحب الفخامة، أصحاب المعالي، إننا في بلدية دار النعيم نعتبر هذا المستشفى بداية جديدة ونقلة نوعية، وسنعمل بكل ما أوتينا من جهد على مواكبة هذا المشروع وتوفير الظروف المناسبة له ليؤدي رسالته النبيلة في خدمة المواطنين. وأشكر باسمي وباسم المواطنين الجهود المبذولة من حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار الجاي وتوجيهاتكم السامية
من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، سائلا المولى عز وجل أن يحقق المزيد من الإنجازات التي تلبي تطلعات المواطنين وتعزز نهضة بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله.